اتحاد المنظمات بيرحب بكم جميعا. صالح لصالح، لكن في الاول والاخر احنا مصريين، احنا لبعضنا. طيب شعور حضرتك ايه النهارده في وجود الهيئه الدبلوماسيه هنا؟ بصراحه ربنا أيوة. انا هقول لك على حاجه، انا حاسس بحزن. حزن؟ والله العظيم. ليه يا فندم؟ انا حاسس بحزن. مصر انت اغلى فك بين الدهر مفيش واحد هنا يقدر يقول انا بمثل مصري، لا يوجد. لو اذا المصريين ساكتين له هم احرار، لكن هولندا لا تعترف به ولا لك حبي وفؤادي مصر اولاد الكرام اوفياء. الخارجيه اشتغل، السفاره اشتغل، ان كل واحد بيروح يقول انا رئيس الجاليه انا رئيس الجاليه. ده طبعا كلام فاضي. رئيس الجاليه ده لازم يكون رئيس ليه عنده جمعيه عموميه، ولازم يكون رئيس فعلا، ولازم يكون عنده اعضاء، ولازم يكون عنده انتخابات سنويه او كل 4 سنين. كل سنة وانتم طيبين. ايوه. مش انا اللي عامله الحلويات ده؟ لا والله يعني. كلها. سؤالي، هل بعد حضرتك ما تنهي الخدمة هل ممكن تيجي زيارة لهولندا؟ لكن للأسف لغاية دلوقتي ما زالوا بيحاربوا الشركات الهولندية إنها تنزل شرم الشيخ بالذات. الإخوة والأخوات الأفاضل، ضيوفنا الكرام، حضرة سعادة السفير الحاج سعادة السكرتير الأول القنصل شريف بيه، والأستاذ الفاضل هشام عفيفي مسؤول الشؤون القنصلية في السفارة. أولا باسمي وباسم اتحاد المنظمات المصرية في هولندا أتقدم إليكم جميعا الضيوف وجميع الضيوف ووفر الشكر على تلبية دعوتنا للحضور لندوة اليوم. اتحاد المنظمات بيرحب بكم جميعا وبيرحب بضيوفنا الكرام. ده الأستاذ أنيس اللي جه متأخر، بس هو جه من حوالي ساعة كده فاتت. لا بس جه الحمد لله على السلامة، جاي من آخر الدنيا أينجوف، يعني 125 كيلو من هنا. اتحاد المنظمات المصرية بيرحب بكم جميعا. لقاءنا اليوم مع سعادة السفير وأعضاء السفارة كان مقرر منذ مدة طويلة، إلا أن الظروف حالت دون ذلك. مرة أخرى أهلا وسهلا بسعادة السفير وطاقم السفارة في أمستردام. لقاءنا اليوم بنزول شقين. الشق الأول وهو لقاء الجالية مع سعادة السفير وأعضاء السفارة. الشق الثاني وهو الحقيقة اللي طرأ مؤخرا،
وهو توديع سعادة السفير وسعادة القنصل أو السفارة شريف بيه. لقد تفاجأنا بخبر انتهاء مهمتكم الدبلوماسية بهولندا، وهي 4 سنين جري بسرعة. سنفتقدكم كثيرا، فقد تركتم المحبة والتقدير والاحترام في قلوب المصريين الذي تقابلوا معكم، ودي حقيقة فعلا والله. يعني مفيش حد اتعامل مع سعادة السفير وسعادة القنصل إلا ما كان بيقول أنا يعني حاسس إن الناس دي أعرفهم من زمان، في علاقات أسرية صداقة. سعادة السفير حاتم بيه وسعادة القنصل شريف بيه من سمات العمل في الحقل الدبلوماسي هو التنقل بين البلاد باستمرار، وهذا يتم من خلال حفلات استقبال وتوديع. في الشق الثاني من اليوم سوف يكون لتوديع سعادة السفير حاتم وسعادة القنصل. نودعكم النهارده في الشق الثاني من الندوة النهارده. أحد المنظمات يتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح في المهام القادمة، وانتهز هذه الفرصة لتقديم هدية بسيطة تفكركم بينا وبمدة عملكم في هولندا، ودي هنديها لكم في نهاية اللقاء بإذن الله. شكرا يا فندم. ودلوقتي مع الأخ توفيق الهاوس ريفل شوية حاجات كده. مرحبا بكم جميعا. رجاء التليفونات يا جماعة، نراعي ان التليفونات تكون مقفولة لو سمحتوا. ان شاء الله هنبدأ بكلمة سعادة السفير، وبعدين هناخد باوزة، وفي الباوزة لو سمحتوا تكتبوا الأسئلة واحنا نقدمها لحضرة القنصل اللي هيجاوب عليها. ونتمنى لكم ان شاء الله أمسية كويسة وإيجابية ان شاء الله. ومرحب بكم. مرحبا. كلمة سعادة السفير. شكرا جزيلا. في البداية أن أنا أشكر أستاذ محسن وأستاذ توفيق وحضراتكم جميعا. يعني أنا الحقيقة لما بقابل حضراتكم أنا بحس إن أنا من أول ما جيت في هولندا كنت بقول دايما أنا واحد من الجالية، وجاي كمان علشان أخدم الجالية، وبنحاول بقدر الإمكان ده ينعكس في شغلنا وفي محاسبتنا لنفسنا كمان واحنا بنشتغل. وانا ماشي دلوقتي سعيد بان انا اغلب الناس اللي شايفهم انا راجع باصدقاء، مش مجرد معارف، معرفه جميله انا عرفتها. وعايز يعني اشكر كمان في نفس التوقيت زمايلي، زميلي العزيز المستشار شريف نائب السفير، والاستاذ هشام المسؤول في القسم القنصلي على كل ما ابدوه من جهد، والفريق العمل اللي سبقهم، لان الحقيقه هم بيكملوا بعض وبيبنوا على ما سبق. وبطبيعه الحال كنت اتمنى كمان وجود النهارده المستشاره مريهام معانا مثل القنصل، لكن هي الحقيقه عندها وفد رسمي بتودعه في المطار، وده اللي حال دون وجودها معانا. والحقيقه اهم دايما موضوع بالنسبه لنا هو الجاليه المصريه وكيف يمكن خدمتهم وتوفير كافه المعاملات اللازمه، وفي نفس الوقت النظر لاحتياجاتهم. الحقيقه الجاليه هنا ليها وضعيه خاصه، العدد كبر بقى 40,000 مصري رسمي وفقا للاحصائيات الهولنديه. وعايز اقول ان الجاليه المصريه، وده مش كلام قبيل المجامله، ولكن الحقيقه الجاليه المصريه جاليه مشرفه بمعنى الكلمه في كل المجالات، مهما كان كل المجالات بدون استثناء، وفي كل مكان بروح اسمع الكلام ده بشكل رسمي. لكن الحقيقه في نفس الوقت ببقى مش محتاج ان انا اسمع تقييم اي حد من ناحيه رسميه، انا استطيع ان ارى ده بنفسي. بعض الاحيان بيكون البعض بيتحدث على وجود مشكلات هنا وهناك، بس انا عايز اقول لكم ان حتى لما بنيجي نتكلم على هذا الامر احنا مشكلاتنا من اقل المشكلات المقارنه حتى باطراف اخرى مختلفه دون ذكر الاسماء. بالعكس انا دايما بجد ان في الازمات الجميع بيتكاتف وايد واحده من اجل التعاون لحل الازمات. والحقيقه بتلاقي على كده وجود اطياف مختلفه من جمعيات واشخاص من كافه المدن موجوده النهارده، لان الجميع بيبقى دايما ايد واحده وبنشعر بهذا الامر.
الجالية الحقيقة من أول ما وصلت كنت عايز أوسع علاقتي بالجميع. معظم الأشخاص اللي هنا أعرفهم يا إما قابلتهم أو كنت عايز أقابلهم. وبما إن أنا همشي عايز برضو أقدم نصيحة، بما إن في سفير جديد صديق عزيز عليا وسفير أنا أثق إن كنتم هتحبوه وإنه كمان هيعمل شغل أفضل بكتير وهيبني على اللي فات للأفضل. بس بطلب من حضراتكم برضو إن كنتم تسعوا لترتيب لقاءات معاه لما يجي عشان نتعرف على الطيف الواسع اللي هي الجالية المصرية في كل الأماكن وفي كل المدن. من أجمل الأشياء بالنسبة لي في كل جامعة كنت بزورها أو في كل مركز أبحاث أو في شركة من الشركات ألاقي في هذه الشركات بيجيبوا لي المصريين اللي بيشتغلوا هناك عشان أتعرف عليهم وأتشرف بيهم. وفي نفس الوقت في الجامعات سواء طلاب أو أساتذة جامعات أو حتى لما الواحد بينزل في الأجازات القليلة اللي بتبقى موجودة في مدن مختلفة ولاقي المصريين موجودين في كل مكان والحقيقة بيشرفني. فأنا الحقيقة ده شيء لازم إن احنا نعتز بيه ودايما نذكره. من أجمل اللقاءات بالنسبة لي الحقيقة كان دايما لقاءات الجيل الثاني، واحنا حريصين على اللقاء فيها. الجيل الثاني والجيل الثالث اللي هو الأصغر اللي بينشأ واللي هو اتولد هنا، جزء كبير من الجيل الثاني كمان اتولد هنا. الحقيقة هذين الجيلين محتاجين أن يكون في ربط أكتر مع الدولة الأم، وده معناها أنه نستمع إليهم أكتر ونشوف ممكن يكون في بيننا وبعضهم صلة إزاي. الحقيقة أنا عملت حوالي 4 اجتماعات منفصلة معاهم. في كل مرة في البداية الحقيقة كنا بنستعين ببعض الأصدقاء من الجالية إن هم يدعوا لنا ناس من الجيل الثاني وعشان نتعرف عليهم. وبعدين في المرة الأخيرة عملنا QR كود علشان يكون من غير ما يكون في همزة وصل مع أي شخص عشان كل الناس تيجي وتعرف إن هي تقدر تتصل بالسفارة بشكل مباشر. وكان الهدف الرئيسي دايما إن يكون في لقاء حر زي النهاردة يقدروا يسألوا فيه بدون حساب، ويقدروا يعرفوا ان في صله مباشره ممكن تكون موجوده مع الدبلوماسيين من وزاره الخارجيه ومنهم السفير. وعايز اقول لكم الجيل الثاني والثالث مشرف جدا والحقيقه مبهرين ثقافه وعلما وتعليما واسلوب وكمان ارتباط بالوطن الام. طبعا مهم ان تظل الصله موجوده ما بين الاجيال وما بين المؤسسات ومع حضراتكم، وعلشان كده انا واثق ان دي هتكون نفس الوتيره باذن الله اللي هتستمر. واقترحوا علينا اقتراحات في السفاره اتمنى بعضها قبل ما انا امشي تبدا وان شاء الله تكمل بعد كده بشهور افضل باذن الله في المرحله المقبله. بطبيعه الحال العمل القنصلي الحقيقه لازم اشير اليه لانه المجهود اللي بيتعمل فيه كبير. العدد كبر ولا زال عدد العاملين في السفاره في القطاع القنصلي بالتحديد نفس العدد الموجود من سنين طويله. ودايما احنا بنبدا من الساعه 10 ل 12 الاستلام وبعدين من 12 ل 2 للتسليم. بس الحقيقه الزملاء بيفضلوا قاعدين كل يوم لحد الساعه 6 لتجهيز الاوراق وارسالها لمصر ومتابعه الاتصالات. وبعدين بطبيعه الحال تاني يوم نفس الحكايه مبكر بدري عن كده. ويمكن علشان كده بنبقى حريصين انه نعمل مواعيد محدده للاستلام والتسليم عشان يقدروا يخلصوا. فالحقيقه هم بيعملوا مجهود كبير خصوصا مع زياده الاعداد. كان في مشكله حقيقيه تتعلق بالتليفونات، انا عارف ان هي لازالت ما اتحلتش بالكامل، بس من نوفمبر اللي فات اتعين عضو في السفاره علشان يكون مسؤول عن التليفونات. فساعات كده في بعض الاحيان لما التليفون ما يردش تعرفوا انه مشغول، هيرد اكيد كمان ربع ساعه فنحاول مره ثانيه، لكن اكيد هيرد في النهايه. وده بيقلل الشكاوي اللي موجوده لحضراتكم. ومن اهم الموضوعات بالنسبه لي كانت حاله المبنى. المبنى يحتاج للتطوير لان بطبيعه الحال المكان محتاج يكون اوسع من كده. واحنا بصدد انهاء الاجراءات الخاصه باعاده ترميم المبنى بحيث انه يليق بالجاليه المصريه والضيوف طبعا بطبيعه الحال. وده ان شاء الله هيكون موجود في الفتره اللي جايه، تبقى مجموعه الاجراءات الروتينيه المعتاده، ولكن انا اثق ان هي ان شاء الله هتكون في المرحله المقبله باذن الله جاهزه وتليق بحضراتكم باذن الله. يمكن انا اكيد هتلقى اتصالات واستفسارات حضراتكم وحضراتكم متعودين معايا ان احنا نتكلم بصراحه، وان انا دايما بكون سعيد بالاسلوب المباشر في الحديث والحوار. بس اسمحوا لي يمكن ادي لحضرتك ملخص حول الملفات الثانيه اللي السفاره بتشتغل فيها وزملائي. الملف السياسي الحقيقه كان مهم وتعزيز الحوار والاتصالات
ما بين مصر وهولندا. ويمكن حضراتكم تابعتم في شهر مارس الماضي كانت زيارة رئيس الوزراء الهولندي مقابلته مع السيد الرئيس في القاهرة، وتشرفت بأن أنا أحضر هذه المقابلة لمتابعة أهم ما يتعلق بالعلاقات الثنائية وفي المجال الاقتصادي وفي مسائل مختلفة وتعزيز الحوار السياسي، ولكن أيضا كمان كان مناقشة الوضع في غزة وتطور الوضع وأثاره بطبيعة الحال على المنطقة ومصر. وكان الحقيقة كالعادة كان لقاء مفتوح وبين الطرفين وبيعبر عن الثقة المتبادلة ما بين الدولتين. سعيد للغاية أيضا أن على مدار ال4 سنين الماضية احنا نتكلم كان في حوالي تغيير 3 حكومات في هولندا، ولكن مع كل وزير خارجية جديد كان الحوار والاتصالات السياسية مع وزارة الخارجية المصرية بأعداد مستمرة سواء اتصالات هاتفية أو لقاءات مباشرة، وكان آخرها بطبيعة الحال زيارة وزيرة الخارجية الهولندية لمصر في شهر مارس الماضي أيضا. وقبلها كان في زيارة أخرى لمنطقة لسيناء لشمال سيناء ومنطقة رفح. ده إن دل فبيدل على شيء واحد، العلاقات الثنائية ما بين البلدين على المستوى السياسي فيها ثقة ومتزايدة وبيتم ترفيعها على أعلى مستوى، وبتعكس أيضا الدور الإقليمي الهام لمصر خصوصا مع كل هذه الأزمات اللي بتمر بها المنطقة. وده يمكن بيخلينا نتحدث إنه كثير من الملفات في العربية والأفريقية والمتوسطية وغيرها زملائي معنيين بشرح مواقف الدولة المصرية ليها لكافة الدوائر السياسية في هولندا سواء كان في الخارجية أو في البرلمان أو على مستوى مراكز الأبحاث وغيرها، وده دور احنا طبعا بطبيعة الحال معني بيه كافة سفاراتنا في الخارج. لكن يمكن النقطة الثانية واللي ناس كتير أعتقد بدأت تدركها في الفترة الأخيرة وتعززت كخطوة، وأعتقد أن في خطوات أخرى أهم بكتير مما تم اتخاذها، هي الملف الاقتصادي. حجم الاستثمارات الهولندية في مصر تصل إلى 4 مليار دولار بخلاف علاقات تجارية لنحو 2 مليار دولار. الشركات الغير هولندية في هولندا واللي ليها مقر هنا تستثمر ما بين 4 إلى 5.5 مليار دولار أيضا بخلاف 4 مليار دولار. فده بيمثل حجم العلاقات والأهمية اللي بتمثلها مصر لفرص الاستثمار الهولندية. وأنا أقول لحضراتكم أنا أرى أن الأمر يجب أن يتسع أكثر من ذلك ولدينا فرص كبيرة. ومن هنا كان وبالذات في مجال الهيدروجين الأخضر مؤخرا كان هناك مشاركة في الهيدروجين الأخضر في مايو الماضي في أمس في روتردام، وكان موجود رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والرئيس صندوق السيادي السادة جميعا. والحقيقة كان اليوم اتصالات مكثفة لجذب الاهتمام بالاستثمار في مصر وتعزيز التعاون، والحقيقة هو احنا بنجد هذا الاهتمام من الطرفين سواء من مصر أو هولندا، لأن مصر هتكون من الدول الرئيسية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. بس الأمر الحقيقة الهام هو مذكرة التفاهم اللي تم التوقيع بها ما بين ميناء روتردام والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال التعاون بين المواني، ولكن أيضا خصيصا في مجال الهيدروجين الأخضر، لأن الحقيقة مع هذا النوع الجديد من الطاقة مصر تمتلك الحقيقة في هذا المجال بالتحديد مصر لديها كافة خصائص إنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات كبيرة، ولكن أيضا للتخزين ومنطقة عبور رئيسية في قناة السويس وهمزة الوصل ما بين هذا النوع من الطاقة وما بين أوروبا للتصدير في الخارج. واستغلينا الحقيقة بشكل إيجابي تواجد السادة رؤساء مجالس إدارة الهيئات الثلاثة، وعملنا منتدى اقتصادي كسفارة للقاء مع الشركات الهولندية ومجالس الأعمال الهولندية ومؤسسات زي انفست انترناشونال وRVO في أحد الفنادق في روتردام دعينا فيها شركات هولندية. كان هناك مشاركة من 90 شركة هولندية و30 شركة من مصر، لقاء مباشر مع السادة رؤساء مجالس الإدارة وأيضا بعض الشركات المصرية استمرت طوال اليوم لتعزيز العلاقات وعمل لقاءات مباشرة ما بين القطاع الخاص في البلدين ومع المؤسسات الاستثمارية المصرية الرئيسية. ودي حقيقة كانت نقطة مهمة لأن الطرفين اتعرفوا على أن فرص الاستثمار وتعزيز التعاون مع مصر
أكبر مما نتصور جميعا. هناك حاجة لتوسيع الصورة لتفهم فرص الاستثمار الواسعة في مصر، المناطق الاقتصادية، المدن الجديدة وقطاع الخدمات، الصوب الزراعية، التعاون في مجال المياه، تعزيز وتطوير التكنولوجيا الزراعية في مصر، أيضا المجال التكنولوجي، ولكن أيضا كمان لأن كنا بنروج للمؤتمر الاقتصادي اللي هيعقد في مصر للترويج للاستثمار لدى الاتحاد الأوروبي، وإن شاء الله اللي هيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة في مصر. فالملف الاقتصادي شديد الأهمية، وعايز أقول لكم إن هو من أوسع الملفات في علاقتنا مع هولندا، ولكنه أيضا قابل للزيادة والتطوير بأكثر من ذلك. فالملف الاقتصادي يظل دايما ملف رئيسي بالنسبة لنا. ملف التعاون أيضا في مجال الهجرة مهم، والحقيقة مصر حريصة على أنه يتم تعزيز التعاون وفقا لمصالحنا، والمصلحة المصرية في هذا لها ثبات ومبادئ واضحة، ومصر استطاعت أن هي تمنع الهجرة غير الشرعية من بلادنا من 2016 حتى الآن بجهود ذاتية بدون مساعدة أحد، ولكن الحقيقة هذا الأمر لا يخدمنا نحن فقط ولكن يخدم الجميع أيضا. وفي نفس الوقت لدينا أزمة تتعلق به، ولكنها في نفس الوقت استضافة كريمة لأشقائنا، حوالي 9 مليون غير مصري موجودين حاليا في بلادنا، ومن هذا الخصوص لأن مصر بتستضيف كل أشقائها الذين يعانوا من أزمات، وده أمر طبيعي لأن ده كان الدور المصري للتعاون مع كافة أشقائنا في المنطقة سواء في أفريقيا أو في المنطقة العربية على مدار تاريخي. الملفات الأخرى أيضا يشمل الملف الثقافي، والحقيقة السفارة في يمكن شهر مارس أو أبريل الماضي بعد رمضان نظمنا مناسبة ثقافية مع أحد المؤسسات الهولندية في كانت تتعلق بالمسائل المتعلقة بمحكمة العدل الدولية، وفي نفس الوقت سواء في الرأي الاستشاري أو فيما يتعلق بمسائل مختلفة كان دايما هناك متابعة مستمرة، وزملائي تتوزع عليهم الملفات السياسية والجغرافية المختلفة لإقامة حوار مباشر مع كل الدوائر الهولندية المعنية علشان تظل الرؤية المصرية واحد يا إما لتعزيز نقاط التفاهم، اثنين يا إما شرح الرؤى المختلفة من هذه البقعة من العالم وهذه المنطقة في مصر لمنطقة أخرى. وأعتقد أن تكرار اتصالات وغيره بيعزز الحوار والتفاهم ما بين الطرفين والجانبين. ما أردت أن أقوله لحضراتكم هو أن حجم الملفات في كافة الموضوعات هي الحقيقة واسعة جدا ومتشعبة، وأن هي بحجم الاتصالات وغيرها مهم جدا أن كل سفارة تقوم بها مع الملف القنصلي الرئيسي اللي هو الملف الأساسي بالنسبة لنا، ولكن لدينا شق سياسي واقتصادي وفني وقانوني وتعاون في مجال مكافحة تهريب الآثار وفي مجال الهجرة وفقا لمصالحنا ورؤيتنا وبما يتناسب مع مصلحة الدولة المصرية. ملفات هذه جميعا نعالجها بهدوء. الملف الرئيسي بالنسبة لنا كان كيف يمكن أن نصبح أكثر قربا للجالية، مع في نفس الوقت أن تكون الجالية دائما تشعر باستقلاليتها وباحترامها، ونظل أيضا نستمع. وعشان كده أنا سعيد النهارده أنا موجود مع حضراتكم، وهبقى سعيد أكتر بأسئلة حضراتكم، وإن شاء الله بإذن الله يكون هذا الحوار خطوة يعني رئيسية كنا شديد الحرص ان احنا نقوم بها كسفارة من البداية، ولكن دايما مسألة توسيع الحوار بتحتاج إلى خطوات صغيرة كثيرة إلى نصل للهدف. وإن شاء الله في المرحلة المقبلة مع كمان زميلي الجديد حضراتكم هنا هيكون في توسع أكبر ودور إن شاء الله يحقق رضا حضراتكم. شكرا جزيلا. اتحاد المنظمات بيرحب بكم جميعا.
مرة تانية أهلا وسهلا ومرحبا، وهنبدأ الجزء الثاني. والجزء الثاني هيبقى عبارة عن أسئلة وسعادة السفير أو سعادة القنصل أو سيد عفيفي هيرد عليها. بلاش الحالات الخاصة أوي أوي، يعني يا ريت تكون حاجات عامة تفيد الناس كلها. أستاذ تغيدي هيبقى معاه الميكروفون وهيعدي عليكم بالصف كده، يعني ما يبقاش أسئلة طويلة وكل واحد يبقى سؤال صغير كده، يبقى كل واحد سؤال صغير كده على أساس إن كل واحد ممكن يسأل سؤال. اتفضل تعال سعيد. هتاخد الميكروفون الأول؟ تعال الأول شكرا. السلام عليكم جميعا. سعادة السفير، أنا مقيمة هنا بقى لي 35 سنة. 34 سنة. أول آخر 4 سنين أهتم أكون موجودة في وجود سعادة السفير، وأسعى دايما أن أكون موجودة. عايزة أقول لحضرتك إن حضرتك رزق لوالديك، رزق لأولادك، رزق للجالية كلها. سؤالي، هل بعد حضرتك ما تنهي الخدمة هل ممكن تيجي زيارة لهولندا؟ متشكر، شكرا لحضرتك. بس انا عايز اقول لحضرتك انا بنيت على اللي عمله كل زمايلي على مدار السنين اللي فاتت. جيت لقيت عندهم علاقات جيده جدا بالجاليه، وبنوا اتصالات وطرق مختلفه للعلاقات، وبدات اشوف وقفوا فين، وبدات اقرر ان انا اعمل اللي اقدر عليه ازيد بناء على اللي فات. هيجي اللي بعديه هيشوف السفير السابق ده عمل ايه بالظبط، ويبتدي يقول في حاجه احسن من اللي هو عملها. اكيد طبعا، لان ما حدث الحقيقه حتى ما يشبعنيش انا شخصيا، انا ما يشبعنيش. انا ارى ان هناك ما هو افضل دائما، وانا اثق ان زميلي وكل زمايلنا اللي هيجوا بعد كده هيعملوا خط ويقول نبني على ما سبق، وكمان نشوف ايه اللي كان لازم يتعمل احسن ونطور. اما بالنسبه لهولندا، انا زي ما قلت لحضرتك انا راجع عندي اصدقاء كتير، يعني مش مجرد معارف، وسعيد جدا لما بشوفهم، وبالظبط اخواتي طبعا يعني. فمن هنا انا ان شاء الله لما يكون موجود اكيد هبقول لكل اصدقائي علشان اقابلهم كلهم. تنور حضرتك. من حضرتك شكرا جزيلا. سعيد. السلام عليكم. انا سيد الصعيدي. الاول انا عايز اشكر حضرتك وكل الطاقم بتاع السفاره، حقيقي يعني في ايجابيه كويسه جدا جدا منهم، بيحاولوا قدر الامكان هم يساعدوا. احنا كان عندنا سؤال خاص يخص الجيل التاني بتاعنا، اولادنا يعني، واتفقنا مع الاستاذ هشام حاليا ان احنا ان شاء الله الاثنين الجاي نعدي عليه. انا ما عنديش سؤال، بس حبيت اشكرهم على المجهود اللي هم بيعملوا بيه. حقيقي هو اتصل بيا يوم الاحد، كان يوم اجازه، عشان يرد عليا. فشكرا. شكرا جزيلا. لو تسمح لي كمان اقول لحضرتك حاجتين. اولا بالنسبه للاستاذ هشام، وكنت لسه بحكي القصه دي، انا عاده احب اروح في يوم الاحد لوحدي بالليل، اقدر اكتب مذكرات بهدوء كده بدل ما يكون في اتصالات تفاصيل الصباح. والاقي الساعه 11 بالليل الاستاذ هشام بيخبط عليا المكتب في السفاره، وطبعا جايب لبس الكاجوال وانا كمان نفس الحكايه، وبيقول لي لسه مخلص القنصليه. هو كده معتاد دايما بيعمل نفس الامر، بس ما بيقولش لحد، هو بيعتبر ان ده التزام عليه وان لازم انه بيعمله. فالحقيقه مش بالشكر فيه، لكن توضيح لحقيقه المجهود اللي بيعمله. والحاجه الثانيه كمان دايما بنفكر ايه اللي احنا ما عملناهوش بالمستوى المأمول علشان نطوره، لان لازم المحاسبه الذاتيه عندنا مستمره، وده طبعا بنعمله دايما. فالحقيقه لازم اقول انه دايما هذا الموجود. الامر الثاني بالنسبه للجيل الثاني، عشان كده بقول مهم جدا ان الناس، انا بارجو ان هم يكونوا مرتبطين بصفحه السفاره على الفيسبوك، وانا بوعد حضراتكم كمان هيكون في صفحه على الانترنت بخلافها، علشان احنا اخر مره عملنا لقاء مع الجيل الثاني عملناه بكيو ار كود، علشان يبقى اتصال مباشر من المواطن بين الجيل الثاني والثالث. يعني طبعا في ناس حابه تقول طب هو الجيل الثاني والثالث سنهم قد ايه؟ يعني هنقف عند اواخر ال 30، طبعا كله شباب يعني، لكن في النهايه هنقول من هذا القبيل. مش شرط يكون مولود هنا، لكن يكفي انه جه واقام عشان يكون في عنده اتصال مباشر. الكيو ار كود ده هدفه ان ما يكونش في وسيط بيننا وبين اي مواطن من الجيل الثاني والثالث والاول كمان. والحقيقه انا عايز اقول لك المحبط في الامر ان اللي سجلوا حوالي يمكن 12، فبدانا نستعين ببعض الاصدقاء وطلبنا رشحوا لنا اسامي بس بشكل مختلف وما يكونش ليهم صلات قرابه، علشان الناس بتزعل وبتشعر ان احنا بنفضل ناس على ناس. الحقيقه هو اللي بيسجلوا على الكيو ار كود عدد قليل،
فانا عشان كده هيكون في المرات المقبله ان شاء الله واكيد بعديه نفس الامر، وعلشان يكون في صله مباشره بالجيل الثالث. شكرا جزيلا. شكرا. مساء الخير. أنا سيدة سورية، بحب أوجه الشكر لأعضاء اتحاد المنظمات المصرية بهولندا اللي أتاحوا لي فرصة الحضور اليوم والمشاركة بتنظيم هالمؤتمر الجميل والمفيد. أنا حابة حملك أمانة وتحيات وسلامات للقيادة السياسية بمصر يلي استقبلت أخواتنا وأهلنا من سوريا، وبتشكركم وبتشكر كل جهد قدمتوه لسوريا ولأهلنا عندكم بمصر، وشكرا جزيلا مرة ثانية. شكرا لاتحاد المنظمات، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا ومتشكر لحضرتك. وطبعا يعني سوريا واهل سوريا اشقاء وربطنا تاريخ عميق وعلاقات ثقافيه مرتبطه وانسانيه وشخصيه وتاريخ واسع مش محتاج ان انا يعني اذكره طبعا هنا، حضرتك طبعا اكيد مدركاه، ولكن ده يعني امر تقليدي لدورنا تجاه اشقائنا وتجاه اشقائنا تجاهنا برضه. شكرا جزيلا. مدام نبغى كانت النهارده مخصوص عشان تساعدنا، وفي نفس الوقت كان ليها طلب ان هي تشكر سعادتك بخصوص الموضوع ده. مساء الخير يا فندم. نادي عمار. هو عادة أو يعني متوارث إن مش كل المصريين المقيمين في هولندا متسجلين في السفارة. فده طبعا من ناحية احنا كجالية اعتقد ان التقصير مننا. هل في امكانية ان احنا مش نتيح الفرصة؟ انا متأكد ان السفارة يعني بتعمل عليها، بس هل نقدر بطريقة او باخرى من الناحيتين ان احنا نقول يا مصريين الكل موجودين على ارض هولندا فعلا هم المسجلين في السفارة؟ ده صعب انا عارف، ولكن ايه الامكانيه ان احنا نعمل ده؟ شكرا. متشكر جدا على السؤال ده، والحقيقه ده سؤال يعني مهم اتساله كتير حتى بشكل شخصي، وكان احد المواطنين قابلته مره في الانتخابات الاخيره وكان متضايق جدا ان انا مش قادر يكون عندي معرفه بانه موجود في المكان اللي هو فيه، والحقيقه هو عنده حق ان يكون متضايق، بس حبيت اقول له ان ده ما يتمش غير بطريقتين. الطريقه الاولى انه عندنا في الدفتر في القنصليه مجاني لكل مواطن بيقوم بمعامله يسجل اسمه وبياناته ويختار البيانات اللي هو عايزها. لو مش عايز يديني العنوان، مش عايز يديني رقم التليفون، يقدر يختار ايميل خاص بيه اقدر اكون انا على اتصال مباشر معاه للطوارئ او لاي معلومات رئيسيه ممكن احب ابلغه بيها. فقلنا جايز المواطن بيلاقي صعوبه انه لسه بعد ما يخلص المعامله يقعد يكتب البيانات فيكون مستعجل. طيب عملنا كمان على موقع السفاره على الفيسبوك QR كود لتسجيل الكتروني، يعني اول ما يسجل نفسه هتطلع له استماره على الموبايل وهو بيتسلى في وقت فراغه يكتب اسمه ويختار البيان اللي هو عايزه، مجرد بس ان يثبت انه مصري، يعني جزء من صوره الباسبور اذا ما كانش عايز كل بياناته وعايز يراعي الخصوصيه. انا طبعا عايز اقول لحضرتك ان احنا بعد حوالي 3 شهور اللي سجل نفسه 25 واحد من 40,000. فواحد مش كل الناس يعرفوا موقع السفاره على الفيسبوك، حوالي 5000 مسجلين نفسهم فيها من مجموعه 40,000. لكن النقطه الثانيه ان دي الوسيله الوحيده اللي اقدر بيها احصل على البيانات بشكل طوعي من المواطن، ولازم تحصل لا قدر الله طوارئ زي كورونا. في الحاله دي اقدر اجمع كل الايميلز او كل ارقام التليفونات واوجه رساله واحده واقول لهم التعليمات كذا، الطيارات المسافره كذا. طبعا ده في حاله الطوارئ، بس ده كمان يشجعنا احنا ان لما يكون في رسائل معينه عايزين نوجهها على الايميل بخلاف اللي بتتحط ان هي تكون موجهه لعموم المصريين مش فقط للشخصيات المعروفه. عماد أبو شوشة. أنا كتبت السؤال بتاعك ورا. بس حضرتك ممكن تقول بقى هو برضه علشان الجيل الثاني والثالث اللي احنا بنطالب بارتباطهم بالوطن. في نفس الوقت الدولة علشان تخليص، يعني احنا كتبنا عيالنا في مصر عشان نقدر ننزلهم مصر ويبقى عندهم الجنسية الثانية، ومع ذلك الدولة دلوقتي طالبة منهم عشان تخليص الخدمة العسكرية يدفعوا 5000 يورو. وال 5000 يورو مبلغ كبير على عيال صغيرة شباب لسه، عشان ينزل مصر مطالب منه مصر يدفع 5000 يورو. فده بيحول دول رغبتهم للنزول لمصر. يعني يا ريت يوصل للدولة إن المبلغ ده كبير شوية، يعني كبير قوي شوية.
شكرا. انا بعد اذن حضرتك مسجلها من ضمن المعلومات اللي نقدر نعملها، بس هو طبعا زميلي كمان بينبه لحاجه واعتقد فعلا هي بديهيه، ان هي المبادره مش الزاميه. يعني المبادره دي طوعيه لمن يرغب في هذا الامر يقدر يعمل، واللي مش عايز ما يعملهاش. فمن هنا هي ليها حريه الشخص انه يقرر بنفسه اذا كان يرغب في انه يكون جزء من المبادره او لا. لكن في جميع الاحوال ممكن ابعت نفس الكلام لمصر بعد لقائنا. اسمح لي حضرتك اضيف نقطه في بخصوص السؤال بتاع الاستاذ عماد. انا عملت لابني الاعفاء بتاعه، عملت لابني الاعفاء بتاعه بنفسي في مصر، عملت توكيل وعملتها له، ما كلفتش مبلغ. طيب فممكن ان هو عنده الامكانيه ان هو يعمل له توكيل، يعمل اجراءات سهله جدا، خدتها في اسبوعين. كام بقى دفعت؟ ولا عارف اقسم بالله ولا من السلام عليكم. تعقيبا على السؤال بتاع الاستاذ مهدي، حضرتك بتقول ان المصريين ما تسجلوش لان في فقدان ثقه كبيره جدا بين معظم الناس اللي هم المصريين اللي هنا والسفاره. انا عن نفسي لو انا باخد استماره عايز اوثقها بروح الخارجيه الهولنديه الاول وبعد كده بروح السفاره عشان اوثقها. انا بحس بدفء في الخارجيه الهولنديه اكثر ما بحسه في سفاره بلدي. انا بحس يعني يمكن يكون هذا غير حقيقي او غير دقيق، يعني على الاشخاص مش محترمين من احسن حاجه نتكلم عن الرسميات يعني وحتى وبالعكس. يعني شكرا على سؤالك. يعني بادئ زبيد وجودي مع حضرتك هنا هدفه الرئيسي ان اقول لحضرتك انا واحد نمط معين بيتنفذ عند حضرتك هنا زي ما بننفذ في كل سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج. الحاجه اللي حضرتك ممكن نكون بنتكلم فيها هي تحسين حاله المبنى، وانا بقول لحضرتك هي مساله وقت ودي نقطه نفسيه. اما بالنسبه للرسوم فدي رسوم مقرره على كافه قنصلياتنا في الخارج لانهاء المعامله القنصليه. وانا عايز اقول لحضرتك انا شخصيا لسه عامل توكيل بنفس المبلغ ده لبنتي في مصر بنفس الطريقه، بس لسه علاقتي بالسفاره كويسه. يعني انا ما عنديش حاجه بتكلم على علاقه القنصليه بالمواطنين. انا ده بس يعني دعابه كده مصري يعني كده هي الحقيقه مش السبب الرئيسي في وجودي مع حضراتكم النهارده وفي المستقبل مع كل الزملاء هو ان احنا اذا كان في فجوه مع بعض المواطنين وهذا الشعور نقدر ان احنا نقللها لحد ما تختفي بالتدريج. الحاجه الثانيه لما بسمع الكلام ده مع حضرتك انا بكتبه عندي لو تسمحوا لي، في بقول لمصر كان في بعض الملاحظات السلبيه زي 1 2 وبالتالي انقلها لهم، واذا كان في بحيث يكون الراي العام بتنوعه يكون موجود هنا. فانا بشكر حضرتك. شكرا حضرتك. اسعد في جلسه معك. الصف هنا رشيد جدا بس احنا نشطاء بصراحه. ما شاء الله الجاليه المصريه كبرت وبقى في زحمه وبتاع. احنا ليه ما نعملش قنصليه في امستردام؟ مكان مش كبير، مكان صغير نأجره ونوفر على الاعداء بتاعنا نيجي للنهار والبهدله اللي احنا فيها. شكرا سعد. شكرا جزيلا. العدد الحقيقه بقى 40,000 عدد قنصليه، اي نعم بالمقارنه بجاليات ثانيه لكن مع حجم الدوله ومساحتها. وهي الحقيقه هولندا عشان تبان حجمها صغير لكن هي الاقتصاد 19 عالي لكن عدد سكانها صغير. لكن اقول لحضرتك ان البديل لده هو ان احنا نعمل مهام قنصليه للمدن في ايامنا. والحقيقه في الفتره الاخيره كنا اتكلمنا مع الجيل الثاني ان احنا نقدر نعمل هذا الامر ونبعت القنصليه يوم او يومين في احد المقار تبع احد الجهات الرسميه، بحيث ان يقدر المواطن بدل ما يجي لحد لاهاي اقدر ان انا اروح له لامستردام، اينهوفن في عدد كبير من المصريين هناك، اوترخت نفس الحكايه، خرونيجن الحقيقه لكن هي بعيده نسبيا لكن ممكن ده يتم، بس محتاجه تنسيق مع الجهات الهولنديه لتوفير مكان لينا واحنا نيجي بالاختام وبالاوراق وبكل التفاصيل ونقدر نوفر المشوار عن بعض المواطنين. ده الحل المؤقت الى ان يتم دراسه جدوى اي موضوع اخر في الموضوع في المساله دي. ليه ما يبقاش في مقر ثابت مثلا في امستردام؟ ده مثال. ليه يبقى في تنقلات؟ يبقى حاجه ثابته. سعادتك الدكتور عدى عليك. انا بس بتعقب على السؤال. مو انا طلعت. السلام عليكم. منورين وشرفتونا النهارده. انا مش هطول بس قبل ما اقول سؤالي للامانه
انا 2012 2013 على ما اتذكر كان في مشكله في موضوع ان انا ما باخدش بون وما بدفعش بالكريدت كارت او بالكارت البنك. وللامانه انا عملت شكوى وبعتها لسعاده السفير سعيد العشيري سابقا واستجاب، وبعدها في الحقيقه اتخذت فواتير بالفلوس، يعني اتحلت المشكله. اللي انا عايز اقوله ان اللي بيقدم شكوى هيلاقي اجابه، بس مشكله كتير من الناس حاجتين: يا اما بيخاف يقدم شكوى لحسن الامن يستناه في مصر، وده غير صحيح للامانه. غير حقيقه. لا غير صحيح، غير صحيح. اما سؤالي وهيبقى مختصر لحاجات كتير، بعض الاصدقاء طرحوا بعض حاجات فيه، وهي انا عايز اعرف من حضرتك ومن حضراتكم هي ايه المعايير اللي تعتمدها السفاره عشان مؤسسه او جمعيه يتم اعتمادها لدى السفاره ان دي ممثل للمصريين؟ ايه المعايير؟ سؤال مهم. شكرا. اسمح لي حضرتك اجاوب على السؤال الاول. يعني اولا انا سعيد طبعا بان حضرتك لما اتكلمت. اولا لما حضرتك بتتكلم بتوضح نقطه زياده لازم نعملها ونحسن بيها الشغل بتاعنا، وده شيء متميز. الحاجه الثانيه ان وده شيء احنا كنا متاخرين في المساله دي، ان بعد بضعه اشهر من وصولنا جميعا وقدرنا نحصل على الموافقات الرسميه من مصر عشان نقدر ندفع بالكارت في السفاره مش كاش. خصوصا هولندا كلها اصبحت بتدفع باقل الحاجات بالكارت. وكان المواطن لما بينتقد انا الحقيقه عايز اقول لك ان انا معاه في نفس اللي كان بيقوله، والمفروض يكون في كمان اجراءات اخرى، لكن هي كل حاجه بتتم بالتدريج، وان شاء الله حضرتك هتشعر بالتحسن ده. ولما الامور بتتطور بالتدريج نبتدي نتكلم في ما هو افضل بعد كده كمان. اما بالنسبه لاعتماد اي جمعيه مصريه ومين اللي بيمثل الجاليه المصريه، الحقيقه حضرتك من يمثل الجاليه المصريه هو كل جاليه مصريه في كل دوله بتحدد نمط التمثيل فيها. بعض الدول بيكون فيها جاليه واحده فيها انتخابات وبعدين بتمثل العموم المصريين. هولندا اصبح الوضع فيها مختلف، في عدد كبير من الجمعيات، يمكن حوالي 7 أو 8 اللي بيتواصلوا مع السفاره. ولما جيت قلت انا سمعت ان العدد يزيد عن 40، وفي ناس بتقول اكتر، وقلت انا اتمنى التقي بال40 كلهم. اللي اهلا وسهلا اللي هيطلب اللقاء وهعرف هو فين انا هروح له كمان، مش بس كمان هنتظر انه يجي طالما انه بيمثل مجموعه معينه من المصريين في مدينه ما. لكن احنا ما عندناش معايير للقبول اكتر من ان هي تكون جمعيه مصريه في هولندا. لكن قد يكون ده في قريه ما او مدينه صغيره او في خرونيجن او في ماستريخت او ايا كانت المدينه اللي موجود فيها، طالما ان هي تمثل مجموعه من المصريين ولها نشاط معين، في الحاله دي بنتعاون معاها واتمنى يكون في اتصال مباشر معاها. شكرا جزيلا. انا ليا تعليق معلش. دورك لسه هيجي طريق جاي دورك. استاذ مجدي على الدور. عشان ماشي بالنظام بس عشان كنت في نفس اتفضل اتفضل. عنده تعليق. اتفضل. وبعد اذن حضرتك. لا طبعا. انا مستني في دوري مفيش حاجه، بس الموضوع ده موضوع مهم جدا يعتبر يعني هو الاساس. تمام. احنا بقالنا 40 سنه هو اكتر بنسال نفس السؤال وبناخد نفس الاجابه ومفيش حاجه بتحصل. ليه؟ لانه في اجراءات معينه. البلد دي بلد بيروقراطيه اكثر مما يتخيلها اي حد. لكن بيروقراطيه ايجابيه. طبعا. مفيش واحد هنا يقدر يقول انا بمثل مصري. لا يوجد. لو اذا المصريين ساكتين هم احرار، لكن هولندا لا تعترف به ولا تعترف باي منظمه من كل هذه المنظمات اللي موجوده هنا واللي مش موجوده دلوقتي. لانه فيه جزئيتين في القانون: ان انا اعترف بيك كمنظمه طبقا للنصوص القانونيه اللي بتقول المنظمه يبقى فيها سكرتير وامين صندوق ورئيس وتتسجل بالطريقه الفلانيه وتحصل على سجل تجاري من الغرفه الرقم بتاعها. انما اصحاب الشأن اصحاب الحق اللي هم المصريين ايه علاقتهم بقى بهذه المنظمه؟ في الوضع الحالي ولا شيء. احنا عندنا 100 تنظيم فيه رئيس وسكرتير وامير صندوق، لكن ما عندناش تنظيم يمثل المصريين ولا واحد فيهم. انا بقولها علنا اهو.
ولا واحد فيهم يستطيع يقول انا بمثل مصريين. ليه؟ بعد اذنك اوضح بس عشان ما حدش يقول الراجل ده اتجنن. هو اتجنن بس له اسباب. سؤالك بقى. كلام حضرتك سؤالك بقى. طيب اصبر. القانون بيقول انه عشان يبقى فيه تنظيم معين يمثل فئه معينه من الناس، سواء كانوا مصريين او كانوا سواقين عربيات او كانوا سواقين قطر او ده الى اخره، يبقى بتعمل التنظيم اللي هو الاجراء القانوني، وبعدين كل من يهمه الامر لازم يبقى عضو في هذا التنظيم. والعضويه تعني انه يملى استماره بالبيانات اللي حضرتك بتطالب بيها ومعظمهم بيرفضوا. ومش بس كده، لازم يدفع اشتراك، قيمه اشتراك سنوي بيحدده مجلس الاداره كل سنه. وكل سنه لازم مجلس الاداره يدعو كل الاعضاء لعمل اجتماع عام علشان انتخاب مجلس جديد او اعاده الانتخاب، او ممكن يقول لهم لا خليكوا قاعدين. ده الوضع القانوني الصح بتاع هولندا. احنا خدنا منه حته واحده اللي هي ايه؟ انا الرئيس وادي السكرتير وادي امين الصندوق، واحنا بقى ايه؟ اتحاد العفاريت واتحاد زي ما يكون. بص انا بشكر شكرا، وانا عايز اقول لحضرتك شكرا ان بما ان الوضع في هولندا وهو ما يختاره المعنيين بالنشاط الجمعيات، انه اصبح هناك اكثر من جمعيه باعداد مختلفه، زي ما قلت لحضرتك عددهم قد يزيد عن 40، وبالتالي كل مجموعه بتمثل مجموعه من المصريين في هولندا. واحنا بنعتز بالجميع طالما بيقوم بنشاط لصالح بعض افراد الجاليه. ومن هنا كل من يمد ايده الينا، واحنا بنمد ايدينا للجميع لكي يكون هناك نوع من التواصل بنحقق هذا الاتصال. وعشان كده في بعض الاحيان البعض يقول هناك تركيز على مجموعه معينه من الشخصيات، كلها محترمه حقيقي، لكن الحقيقه ما فيش تركيز. هم هذه هي الجمعيات التي تواصلت مع السفاره او لدينا معلومات نقدر نتواصل معها. هناك عدد اكبر موجود لديهم ايضا انشطه اخرى بنحترمها، ولكن ما لهمش اتصال معانا، وبعض الاحيان ما يكونش عندنا وسيله تواصل معينه، وما اقدرش ان احصل على معلوماتهم لان هو عارف انا موجود فين، ويعلم ان انا هقابله في اي وقت وارجو ما كانش عارف زي كده يعني. لكن انا متفق مع حضرتك تماما، لا توجد لدينا جمعيه واحده تستطيع ان تقول انها تمثل الجميع، ولكن يوجد لدينا جمعيات كثيره تمثل مجموعات مختلفه من المصريين في مدن مختلفه، وكلهم لهم تقدير واحترام. لا يا فندم، ليس لهم صلاحيه قانونيه في هذا التمثيل. هي دي نقطه الخلاف اللي انا بتكلم عليها دايما. لا يستطيعوا قدام هولندا، انا دلوقتي معاملاتي مع هولندا، مع الدوله الهولنديه، لا يوجد تنظيم واحد الان من اللي موجودين هنا او اللي بره يستطيع انه يقول لهولندا انا بتكلم باسم المصريين. ملوش. لا لو تسمح لي حضرتك ارجع لنفس النقطه ثانيه. لا توجد جمعيه تمثل كل المصريين. ما هو فين الاعضاء يا فندم؟ من غير اعضاء ليس له وجود. لكن هناك جمعيات زي النهارده اتحاد المنظمات، النهارده سواء كانوا اعضاء ام لا بيقيموا نشاط خدمي لجموع المصريين سواء اعضاء او غير اعضاء، للقاء مثلا مع السفاره المصريه، وكان لقاء اخر خاص بالكوفيد، ولقاء اخر خاص بمشاكل الاسر المصريه هنا. هذه الخدمات بتفيد المصريين، وبناء على كده سواء الحاضرين اعضاء او غير اعضاء، اذا هذه الجمعيه نشطه بشكل ايجابي. انا ببقى حريص على الاتصال بها، ليس لانها تمثل كل المصريين، ولكنها تمثل او تقوم وتقوم بخدمات لصالح المصريين. ده بالنسبه لي انا كسفاره مصريه ببقى حريص ان يكون في هذا التواصل، وده احد المعايير اللي برضه بالنسبه لنا بنحدد حجم التواصل هيبقى. فاهم. اعتقد الصوره واضحه. لا، ما هي واضحه، هي واضحه. تمام. مساء الخير عليكم جميعا. سعادة السفير، انا عندي بعد اذن حضرتك سؤالين، مش هاخد اكتر من دقيقتين يعني. واحد مش هاخد اكتر من دقيقتين. السؤال الاولاني، لا سؤالين مهمين يعني. السؤال الاولاني، حضرتك كنت دعيت شركات السياحه الهولنديه وانا حضرت اجتماعين مع حضرتك، وكانت دي مبادره جميله جدا من السفاره، وغيرت في التكست بتاع وزاره الخارجيه اللي كان بيحذر دايما من النزول لمصر والنزول لشرم الشيخ بالذات.
للاسف لغايه دلوقتي هو طبعا التكس اتغير واتغير، كان احمر الاول وبعدين الشارب احمر والعلاقات اتحسنت اكتر، لكن للاسف لغايه دلوقتي ما زالوا بيحاربوا الشركات الهولنديه انها تنزل شرم الشيخ، شرم الشيخ بالذات. يعني كل الشركات ممكن انا اروح بكره اطلب طياره اروح مرسى علم او الاقصر او الغردقه بيوافقوا لي عليها على طول. انا رحت طلبت انزل طيارات شرم الشيخ ادوني ويتنج ليست 3 سنين. 3 سنين، في حين ان انا لو طلبت اي ديستنيشن تاني هيودوني. ففي حاجه معينه موجوده في شرم الشيخ مخلين وزاره الخارجيه الهولنديه تمنع ما اعرفش بقى التنميه السياحيه ولا التنميه عموما بوجه عام ولا لا. فحضراتكم لو كنتوا تتصلوا بيهم نعرف السبب ايه، لان فعلا ادوني ويتنج ليست 3 سنين في شرم الشيخ، لكن كانوا موافقين لي على الاقصر والغردقه ومرسى علم في يوم. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، قابلت من سنه ونص مجموعه شباب هولنديين كانوا بيكلموني على تنميه سيناء وجعل مدينه سيناء او صحراء سيناء خضراء بحيث ان هي تبقى سله الخضار والفاكهه. هل اتصلوا بيكم او كلموكم؟ شوف حضرتك الموضوع انا عارف حضرتك قصدك يعني على انهي مشروع، وهذا الموضوع مفتوح وبقوه وله توقيت معين، وهذا التوقيت هيرتبط ببعض التطورات اللي موجوده هناك ان شاء الله باذن الله، وكل مرحله ليها مناقشات معينه، بس انا مش هقدر اخش في تفاصيله او موضوعه الا لما يكون في ارضيه ثابته. انا ما بحبش اتكلم في حاجه احتمال تتعمل وبعدين ما تحصلش او تحصل بعد فتره طويله وابقى في النهايه وكاني برمي وعود في الهواء. شكرا يا استاذ سلمان. أنا اسمي سلمان موسى. أهلا بحضرتك. في هولندا من يناير 77. قابلت حضرتك أكثر من مرة. عايز أقول حاجتين. أول حاجة من حوالي 10 أيام رحت السفارة عشان أعمل توكيل وفوجئت بمعاملة يعني رائعة. يعني كانت مفاجأة ليا فعلا. زائد طلبوا 80 جنيه فقط. انا رايح في دماغي 200 250 لان انا بسمع ارقام فلكيه يعني، فدي يعني اشكر. ايه السؤال يا استاذ؟ الحاجه الثانيه في موضوع المقابر الاسلاميه على الطريقه المصريه بتبقى للعائله كلها. احنا قطعنا شوط كبير وباشمهندس محسن معانا، و نتمنى يعني لما تخش في يعني احنا قريب ان شاء الله هنفتح باب الحجز، فنتمنى ان يبقى في رعايه للمشروع في السفاره، يعني اعلان صغير كده او اي حاجه علشان نقدر، لان نجاح الموضوع بيتوقف على عدد الناس. انا بشكر حضرتك، بس يمكن مع 4 سنين وكل اصدقائي في الجاليه عارفين ان انا صريح يعني بحكم وظيفتنا دبلوماسيين، لكن الوضوح بيبقى كويس. انا ما نقدرش احط السفاره في موضوع ليه علاقه بشراء شيء وبشكل ليه علاقه حتى لو ما كانش فيه ربح على موقع السفاره. يعني ده موضوع يجب ان السفاره تبعد نفسها عن ليه؟ لانه قد يكون في اموال هتدفع او شراء شيء معين. وجود السفاره فيه وهو شيء كمان يمس القراءات اللي موجوده هنا، ده ممكن يكون شيء مستغرب شويه. دايما تبقى امور حساسه بالنسبه لنا ان يكون في حاجه ليها علاقه بالفلوس او حتى المنافسه. لو بتكلم مع استاذ مجدي هتكلم بشكل رسمي كمصر ازاي نقدر نحسن اجراءات السفر وغيرها بشكل عام، ولكن لازم اراعي الخط. ده يزعل ناس مننا، بس الحقيقه لازم نحطه بشكل واضح علشان السفاره يبقى ليها دورها الواضح، رغم ده شيء ايجابي. وانا عايز اقول لك لو انا كنت مقيم هنا من الجاليه انا هساعد حضرتك وهحاول اعمل كل اللي اقدر عليه، بس لازم بحكم الوظيفه طالما في شيء تجاري او شيء فيه اموال السفاره جزء. شكرا. فانا بس يعني بشكر حضرتك على الشكر. شكرا. انا عارف ما شاء الله. انا محمد ياسو. السلام عليكم. انا في مؤتمر اقتصادي على المرحله الجايه، المؤتمر الاقتصادي الاوروبي المصري. اتمنى يكون في جزء منه
مجمع تكنولوجي حرفي دولي، يعني بمعنى ان في استثمار حوالي 7.5 مليار دولار لمصر، ناخد منه جزء يتعمل مجمع تكنولوجي حرفي دولي، يعني بمعنى كل اوروبا تشترك فيه لتنميه الشباب وتكون بديل للمدارس الفنيه الصناعيه. شكرا جزيلا. وانا هطلب طبعا المؤتمر خلاص على الابواب يعقد، ولكن ما فيش شك ان مساله وجود مجمع صناعي او تكنولوجي اكيد فكره بتسعى لكل الدول بعينها، موضوع يحتاج الى ترتيبات مختلفه، والحقيقه مصر اصبحت الان بتقدم محفزات استثماريه كبيره. يمكن ما لا يعلمه الكثير ان مصر اول دوله في افريقيا على مدار 7 سنوات او 6 سنوات متتاليه لجذب الاستثمارات، والثالثه على مستوى الوطن العربي. لكن الحقيقه احنا بسبب طموحاتنا نرى اننا نحتاج الى ما اضعاف ذلك. ونتيجه لكده انه اصبحت المحفزات اكثر جذبا للاستثمارات ومشروعات كبيره سواء من اسيا او من اوروبا. المؤتمر المقبل الاتحاد الاوروبي بيوفر استثمار على اكثر من سنه وتسهيلات استثماريه للشركات الاوروبيه للاستثمار في مصر، ويكون لها شركاء هناك على مدار السنوات المقبله. وفي خلال الايام المقبله ان شاء الله يكون بدايه حقيقيه لهذه الحركه وبشكل سريع، خصوصا ان فرص الاستثمار في المناطق الاستثماريه المختلفه والمناطق الحره اصبحت اوسع من قبل. وحضرتك ممكن تلاحظ كم الاستثمارات وزياده نسبه الاستثمار التصدير المصري. يمكن الرقم اصبح حوالي 51 مليار دولار بعد ان كان نحو 30 او 31 في ال7 أو 8 أعوام الماضيه، والهدف هو الوصول الى 100 مليار. وده الحقيقه طموحنا في المرحله بسقف، وطموحنا اكبر من كده بكتير، لكن لابد من ان يكون هناك خطوات صغيره متلاحقه للوصول لذلك الهدف. شكرا. متشكر دكتور احمد. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، السلام عليكم. انا سؤالي لحضرتك بخصوص تطوير المبنى السفاره، هل هتاخدوا في الاعتبار تطوير التكنولوجي استخدام الذكاء الاصطناعي؟ عشان احنا دلوقتي عايشين في الذكاء الاصطناعي، هيسهل اكتر اعتقد للمصريين التعامل مع السفاره، خصوصا هيحل مشكله الاتصال التليفوني. لو التليفون هياخد وقت طويل ممكن عن طريق الذكاء الاصطناعي نحل المشكله ديت يعني. اتمنى يكون في الخطه. طب انا متشكر جدا للدكتور احمد. الحقيقه دكتور احمد كان من اول الشخصيات اللي التقيت بيها لما حصل على الوسام الملكي، والحقيقه بعتز جدا بمعرفتي بيه. هذا التواضع الغير عادي، وفي نفس الوقت ان كل الناس بنحاول تلتفت الى الخدمات اللي بيقدمها للجميع ويكون يطلبوا منه هذا التكريم. والحقيقه بعتز بمعرفتي وصداقتي بحضرتك. وطبعا النيه والاجراءات بتسير، وان شاء الله نستطيع ان هي تكون بالتوفيق المناسب. بس لو تسمح لي احنا محتاجين نقعد مع بعض علشان نقدر واحنا في هذه المرحله بخلاف الرؤيه اللي موجوده اقدر استمع برضو لاراء حضرتك والافكار اللي موجوده المرتبطه بالمساله دي. بكل سرور. ومن هنا بيجي بقى دور ان احنا كيان واحد، الجاليه والسفاره، وازاي يكون اقدر استفيد بالخبرات زي حضرتك فيها. شكرا جزيلا. استاذ محمود بكير عنده سؤال، اتفضل. هو فهم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا محمود بكير. أنا ممكن بمثل الجيل الثاني، مش كشخصي بس اللي أنا مولود هنا، وبصراحة من صغري وأنا بنزل مصر وبحبها، بحب مصر، بحب كل حاجة فيها، إذا لو حلوة أو وحشة بصراحة. ديت لأسباب كتيرة، بس في حاجة بالنسبة لنا احنا كجيل تاني يعني بكل صراحة مش عارفين ايه اللي ما بيشدناش للسفارة عامة، للحكومة كإجراءات هو حسين يموت هذا بس in het sociale met Egypte, de efficiëntie van werk. في أسئلة كتيرة عندنا مش عارفين نوصلوا لردها مع السفارة. احنا عاملين زي سبورة فيها معلومات بس فاضية كإجراءات إذا في السفارة أو في الشغل. أنا بقالي دلوقتي 5 سنين بشتغل استيراد وتصدير في مصر.
في تقاوي البطاطس، ورحت بسم الله ما شاء الله على الشركات المصرية اللي كانت موجودة في برلين، شركات كبيرة. احنا كشباب لينا هنا مستقبل في هولندا، عارفين النظام، عارفين ازاي احنا نقدر ناخد خطواتنا هنا، بس مش عارفين نوصلوا لمصر بكل الطرق، حتى في الظروف الاجتماعية. فعندنا اسئله ياما، عندنا اسئله ياما، والاسئله دي تسمح تسالني سؤال او اثنين منهم بحيث ان انا اقدر اعرف الاتجاه الثاني وايه اللي ممكن انا اقدمه فيه. انا الفتره الاخيره ديت رحت ممكن ل3 حاجات مختلفه السفاره. من ضمنها كان في حاله وفاه بسم الله ما شاء الله على ستاف السفارة اللي وقفت لنا الساعة 1 بيبقى عايز الشغل بتاعهم، ومن ضمنهم الأستاذ هشام ربنا يبارك له واقف معانا وخلص لنا الإجراءات بسرعة جدا. ورحت من ضمن الحاجة التانية كنت بخلص إجراءات لبنتي زي شهادة الميلاد، مشاكل كتيرة ومش عارف المعلومة بالنسبة امشي في ايه بالظبط. تواصلت مع السفارة، هم ادوني البيانات، بس النظري اللي باخدها كمعلومات غير البراكتيكا. طيب شكرا. استاذ محمود انا متشكر جدا لحضرتك ومتشكر على صراحتك. ويعني انا هكلمك بشكل عام ازاي نقدر نتعامل مع المساله دي والمتوفر حاليا واللي اتمنى يخلص قبل ما امشي علشان يكون افضل، وبعدين هنبتدي نتكلم ازاي نقدر نعالج المشكله دي على الشكل الخاص. في الاطار العام حضرتك يمكن كل الناس اللي انا زي ما بقول لحضرتك عندي مشكله وسيله التواصل مع الجاليه المباشره ممكن يتم من خلال موقع اللي موجود على الفيسبوك. في الفتره الجايه المفروض برضه هيكون في موقع الكتروني على الانترنت بحيث ان يكون اكثر تفصيلا ووضوحا من الفيسبوك. لكن احنا حطينا في اول حاجه موجوده واول خبر موجود كل البيانات والاجراءات اللي مطلوبه لكل المعاملات القنصليه، بحيث ان قبل ما اي حد يجي لاي ورقه عايز يطلعها يعرف 7 8 اجراءات او ورق لازم يكون متوفر معاه قبل ما يجي. ولان العدد اللي معروف اللي يعرف الموقع حوالي 5000، فبترتب على كده ان احنا طبعا بدأ من الصفر، ولكن احنا عندنا 40000 مصري هنا، واتمنى لو اي واحد قبل ما يجي لحد ما كان يحصل يكون موجود في الموقع الالكتروني يقدر يدخل عليها ويقدر يعرف المعلومات والاجراءات. برضه بوابه الحكومه المصريه موجود عليها كل بيانات الاوراق المطلوبه لاستخراج اي مستند. في موضوع شهاده الميلاد بالتحديد اللي بيحصل طبعا بعد ما حضرتك ما تملى البيانات احنا بنبعتها لمصر وبننتظر ان هي تجي لنا اصل بعد كده، وده مساله الروتين طبعا اللي حضرتك عارف لازم الحقيبه تروح وفي انتظار بعد كده ما تعود، ويمكن ده اللي بيعطل الاجراءات في بعض الاحيان. بس كل بيانات الاجراءات موجوده على الموقع. عشان كده فرصه هذا الاجتماع، ويا ريت لو في اجتماعات زي كده مع مختلف الجمعيات ومع حضراتكم كل فتره دوريه 3 شهور 6 شهور، ونقدر كمان ننظم اجتماعات سواء على مستوى السفير او مستوى القنصل او نائب السفير في مدن مختلفه، مش لازم تكون كلها هنا في اوروبا امستردام، بحيث ان يكون حتى ولو على مستوى 10 او 20 شخص يقدروا ينشروا هذا الكلام والناس تقرب للمواقع ونقاط الاتصال اللي موجوده مع السفاره يكون ليهم اتصال مباشر بكل العاملين فيها. فده الوسيله الوحيده اللي زي ما بيحصل ان حضراتكم بتروح للجانب الهولندي تخلص ورقه ما، بتشوف في الموقع الالكتروني ايه الاجراءات اللي مطلوبه، وبناء على كده قبل ما تروح بتكون مجهزه. الامر الثاني انا بطلب من حضرتك بعد اذنك التواصل مع استاذ هشام في نهايه الاجتماع، والورق اللي محتاج انه ينتهي يقدر يبلغ حضرتك بيه، يكون في اتصال مباشر مع حضرتك بالتليفون عشان نقدر نخلصه بشكل اسرع باذن الله، واي استفسارات اخرى تكون موجوده في نفس الاطار. شكرا جزيلا. دي واحده مش واحنا بنعد لهذا اللقاء كنا اتفقنا مع سعاده القنصل شريف بيري خاص بالقنصليه، يعني للظروف والاسئله والطلبات والحاجات دي،
فاحنا بصدد ان احنا هنعمل ان شاء الله لقاء زي كده مع سعاده القنصل والاستاذ هشام، بحيث ان احنا برضه نقدر نجاوب على اي اسئله جديده. شكرا. استاذ مصطفى. مساء الخير، مصطفى كمال الامير. طبعا انا باكد على كلام كل الاخوه اللي اتكلموا. طبعا في كلام كتير ممكن نقوله، بس انا باكد في حاجتين او ثلاثه بسرعه. القنصليه في امستردام بتحل المشاكل كتيره جدا، لو قدرنا ننفذ الكلام ده بيبقى حققنا خطوه كبيره جدا. الخطوه الثانيه ان يكون في تحول في التواصل مع الجاليه. انا واحد من الناس عاصرت 4 سفراء، ما بيجيليش اي حاجه على الايميل، وكلمت مع حضرتك في القصه دي. انا ما عنديش مشكله، بس احنا لو بنتكلم في مصلحه عامه لازم يكون في تواصل بدون تمييز. انا حضرتك يعني طبعا لقاء متاخر، كان المفروض اتقابل مع حضرتك قبل كده على اساس نقدر ان احنا نتعاون اكتر، ولكن بقى في امانه انا ببعتها لحضرتك بما ان حضرتك نازل مصر. احنا محتاجين مجلس اعلى للمصريين في الخارج ينسق ما بين الكيانات الموجوده، سواء نواب برلمان او وزاره هجره او جمعيات او كيانات مصريه في الخارج، لان العمليه فكه طريقه كبيره جدا في جميع الدول، مش بس في هولندا، سواء في كندا او في استراليا، في العالم كله يعني. بس فانا بوصل حضرتك امانه نتوصل بس الطلب ده، لان قلته في التلفزيون مثلا من اكثر من 10 سنين مثلا، بس للاسف احنا بنسمعه بنعدي يعني. بس فده يعني طلب اللي يعني امانه او حاجه حضرتك توصلها، ان محتاجين يبقى في مجلس اعلى للمصريين في الخارج، يبقى يعني زي كوردينيشن كده ما بين الهيئات دي، لان لا نواب قايمين بدورهم، ما بنشوفهمش اصلا وما نعرفش عنهم حاجه، اللي هم المفروض بيمثلونا. وزاره الهجره ما بيوصليش منهم اي حاجه. طب سوري في اللفظ يعني، عاوزين نعمم الرول موديل بتاع الاستاذ هشام عفيفي، ان هو مرتبط بشغله انه بيحقق مهمه، الموضوع مش تأدية واجب او وظيفه او بتاع. بس فانا بحيي الاستاذ هشام طبعا، لان كل الفيدباك عنه حاجه عظيمه، فشكرا ليك وبشكر حضرتك لسعه صدرك وصبرك يعني، وبالتوفيق. شكرا. متشكر جدا لحضرتك، وطبعا الحقيقه سعيد اكتر. الحقيقه لازم اتكلم على الاستاذ هشام، هو الحقيقه اخ عزيز ويعني مشرف وصبور، وطبعا انا واثق ان العمل في القنصليه بيبقى في بعض الاحيان كمان مرهق جدا للي بيتلقي مع نحو 40 او 50 شخص للاستماع لمختلف الشكاوى والتعامل مع اختلاف الشخصيات ومحاولة احتواء غضبهم أو رضاهم أو موضوعات مختلفة. الحمد لله هو بيحقق ذلك النجاح، ودليل على كده لقائنا اليوم، ودايما في تواصل مستمر، وده الحقيقة بيحسب لشخصه وسعة صدره وصبره، وده أمر مش كل الشخصيات ممكن يتوفر فيها هذه الصفات. فالحقيقة لابد إن أنا أقول هذا الكلام. بس ممكن لو في تحية لو تسمح لي حضرتك، انا زي ما قلت عليك، انا الحقيقه لا اجد اي مشكله على الاطلاق في اجتماع من هذا النوع بهذه الصراحه، بل بالعكس ده امر مريح جدا. اولا بيريحني انا شخصيا لان بشوف الصوره لمختلف الاشخاص باختلاف ارائهم، والامر الثاني ان حتى لما يكون في اراء لامر افضل، ده بيخليني انا كمان انظر لما يجب ان افعله اكتر، حتى لو تصورت ان ما فعلته يرضيني، وانا الحقيقه لا ارضى ابدا عما افعله، دايما بعتقد ان هو افضل، وده شيء بيريحني لما استمع للامر زي ده، لا اجد فيه مشكله، بل الامر مريح. زي ما قلت لحضرتك، من احد هذه النقاط تتعلق بشخص حضرتك الكريم المحترم، ودي حقيقه لان كل ما سمعته دايما كلام محترم. كان في لقاء مع برنامج تواصل قبل كده في موضوع يتعلق ولقيتهم بيتصلوا بينا، وان حضرتك اتصلت بيهم وبلغتهم بامر ما، مش فاكر هو ايه دلوقتي، لان جايز يكون من السن بقى، مش عارف. نعم، اصل حسب من فتره كبيره، حسب من فتره كبيره. وبعدين في النهايه كان السؤال هو لاعضاء السفاره، ازاي نستطيع ان احنا نتواصل مع حضرتك؟ ما لقيتش هذه البيانات موجوده، وحضرتك متصور ان في قائمه باسماء لكل الاشخاص، وبعض الاحيان بتبقى لقاء اتصال شخصي مع شخص بعينه في السفاره، وبعدين قد لا يحدث تبادل لهذه الارقام. احنا عملنا قائمه عامه وكل ما اتصل بينا سواء من الجمعيات او من الجاليه، كل ما قابل حد واخد كارت اقول لهم ضيفوه للقائمه،
العدد وصل لحوالي 1400 شخص. للاسف حضرتك حتى اليوم وان شاء الله من بكره الوضع يختلف، هيبقى 1401 بس محتاج. لا انا مسجل من السفاره من 94 على انا اقول لك يعني انا سريع جدا في الحاجه الثانيه ان من 94 مسجل في السفاره في الدفتر. وانا بس للاسف ما عنديش مشكله والله نهائي يعني. انا بالعكس انا متعايش مع الموضوع. الحقيقه قررنا كمان بعد ما عملنا الموقع الالكتروني علشان واتكلمت في حاجات محدده، يعني نقطه ان الناس بتروح السفاره، ان السفاره تروح للناس، والحقيقه الفكره مطروحه، بس يا ريت تاكدوا على الفكره دي ان السفاره تروح للناس في لقاءات زي كده بغض النظر مين اللي ينظمها. احنا طالبين لقاء قنصلي، فاتمنى ان احنا نقدر بعد الاجازات نرتبه. بخصوص اللغه الهولنديه، بيسألوا عن أي حاجة أو يحبوا يستفسروا عن أي حاجة بياخدوا إجابة وافية بشكل وافي باللغة الهولندية، فحقهم على السفارة اللي هي الجهة الوحيدة اللي بتحتضنهم إن هم برضو ياخدوا منها إجابات وافية على كل أسئلتهم وكل الحاجات اللي هم عايزين يستفسروا عليها. وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا حضرتك، شكرا جزيلا، ويعني بشكر حضرتك على كل التعاون مع السفاره واللي بيسفر عن نتائج ايجابيه في موضوعات كثيره جدا. وزي ما تعودت مع حضرتك تعالى نتكلم بمنتهى الصراحه. اللغه الهولنديه لغه مهمه اقتصاديا وصناعيا، ولكن هي غير منطوقه في اغلب الدول، وبالتالي احنا عندنا بالفعل سكرتير هولندي لكن الانجليزي هولندي. عشان كده حتى لو التقي بالجيل الثاني بعضهم بيكون العربي ممكن يبقى ضعيف، فبنتكلم مع بعض بالانجليزي، ممكن بالفرنساوي كمان، ولكن لما يتحدث الفرنسيه، ولكن باللغه الهولنديه الموضوع مش هيبقى سهل، لكن اقدر نعملها بالانجليزي عشان نبقى واقعيين في المساله دي. وعشان كده في لقاءات الجيل الثاني زي ما قلنا في ناس فجاه بفوجئ بانه عايز وانا بتكلم بسرعه انا كان قصدي ايه بالكلام، فابتدي اضطر اكلمه بالانجليزي علشان يفهمها، وطبعا بيفهمها بسرعه غير عاديه، وهنا اقدر اوصل له رساله بالحاجتين. ده بقى دورنا وقتها اللي ممكن يكون واقعي اكتر في التمييز. شكرا. اهلا ومرحبا. السلام عليكم. علي قطب عمار. اولا انا بشكر حضرتك جدا جدا لحضورك وتواجدك معانا في طول المده اللي حضرتك كنت موجود فيها، وبصفه شخصيه، لان طبعا اللي يعرف حضرتك طبعا اكيد هيعرف تعامل حضرتك ازاي، مع ان في البدايه دايما اي سفير بيجي بيقع في بعض اخطاء معينه، بيبقى ليه موقف معين من بعض الناس، بس لما بيتعاشروا معاهم ممكن بيغيروا فكرتهم. انا ليا تعليق بس مش سؤال يعني، لان اعتقد ان احنا قعدنا اكتر من القعده دي اكتر من 50-60 مره مع كل السفراء، وانا برضه من الناس اللي عاشرت السفر 4 سفراء قبل كده. كل بيتكلم في شكاوي وفي مصر وهنا وبتاع، وما اعتقدش ان هي مجرد بتبقى توصيل، ولكن انا عايز اتكلم على علاقه السفاره بالجاليه المصريه، مش علاقه السفير بالجاليه المصريه. السفير حضرتك راجل محترم جدا، واللي قبل منك محترم، وكلهم ناس طبعا ليهم تقديرهم واحترامهم، واحنا على علاقه شخصيه بيهم زي ما حضرتك بتقول اخوه واصدقاء. ولكن انا عايز اتكلم على علاقه السفاره ذات نفسها بالجاليه المصريه. النهارده المفروض اللي عامل اللقاء ده حاجه اسمها اتحاد المنظمات. حضرتك قلت ان في تقريبا على معلومات حضرتك، وده الواقع يعني على في الاوراق، ان في اكثر من 40 منظمه، وده اتحاد منظمات. كان المفروض النهارده اللي يمثل اتحاد المنظمات كل المنظمات او معظم المنظمات اللي تكون موجوده في هولندا، لو العلاقه كويسه ما بين الجميع او علاقه حميده ما بين الجميع. ولكن للاسف اللي موجودين النهارده يعني اشخاص، وكل واحد بيمثل نفسه مجرد حوالي 10 منظمات اللي انا توصل معه، او 11 منظمه. كنت اتمنى النهارده ان يكون كل المنظمات اللي هي المفروض تحت مظله اتحاد المنظمات تكون موجوده، لان اللي انا اعرفه ان كلهم اتقدموا لهم الدعوه، وكلهم اتصلوا شخصيا اتصال شخصي ما بين ناس، وللاسف ما حضروش. ليه؟ اعتقد ان في بعض يعني مواقف شخصيه ما بين ده وما بين ده. حضرتك تسمح لي انا هضطر، بالعكس انا اولا حضرتك عارف انا اعرف حضرتك من حوالي 4 سنين. اكيد طبعا حضرتك ليك بالعكس تقدير، وانا بشكر حضرتك بالعكس. لكن انا حريص على ان انا كسفاره ممثل السفاره سواء كان سفير او كل الاعضاء الا نكون طرف في اي اختلافات قد تكون موجوده بين الجاليه او بعض افراد الجاليه. بل بالعكس احنا هنبقى الجهه
الرئيسيه اللي لقائهم جميعا فيها بيبقى ده نوع من اللقاء المشترك دايما. فعلشان كده انا حريص ان هذه سفارتنا، السفاره المصريه، سفاره حضراتكم، انها لا تستمع الى الاختلافات وتكون طرف حتى بالاستماع، علشان ما اي تصرف او اي ممارسه من عندنا لا تفسر بان هي نتيجه ما سمعناه هنا او هناك. وبالعكس احنا المكان اللي يوحد الجميع حتى لو ظلوا بيعملوا منفصلين، ده مش معناه ان هم على خلاف، ولكن بيعملوا بشكل منفصل. وفي النهايه اللي هيقرر هذه العلاقه واذا كان هناك نوع من العمل المشترك او غيره هو هذه الجمعيات. احنا كسفاره لابد ان احنا نكون دايما على مسافه واحده من الجميع. حضرتك قلت في الاول ان في البدايه بيكون في بعض الاخطاء، انا عايز اقول لحضرتك ان من اول يوم وهناك مجموعه هنا كانت موجوده في اول لقاء عملته من بعض افراد الجاليه وحضرتك كنت موجود معانا وقتها. انا قلت انا كسفاره بمثل هذه السفاره بكل اعضائها على مسافه واحده ولا يوجد لدينا تمييز او افضليه لاحد، وانا عايز اخلي هذه المؤسسه بتلعب الدور ده دايما حتى لو في اختلافات او خلافات نحن بس، وعايزين دايما نوحد الجميع حينما يكون هناك لقاء مع ممثلي السفاره. فانا برجو من حضرتك ان احنا رساله وصلت، وارجو ان احنا ممكن اكون انا فهمتها واستوعبتها وانا وصلت للرساله. شكرا جزيلا. تعقيب بسيط قوي يا استاذ علي. اتحاد المنظمات ما عندوش اي مشاكل او اي خلافات مع اي حد. احنا يعني الموضوع وحيده بنفتح ايدينا وقلبنا لكل اللي موجود على الساحه، وبرضه عزمنا كل الناس، واللي عايز يجي اهلا وسهلا، واللي مش عايز يجي برضه اهلا وسهلا. اتفضل. استاذ توفيق عنده كلمه. سعادة السيد. أنا كان عندي يعني كان سؤال صغير. أنا الحقيقة اتواصلت من البداية مع الأستاذ شريف وبتشكره طبعا، الراجل مستمع جيد لينا. واتكلمت في حاجات محددة، يعني نقطة إن الناس بتوع السفارة إن السفارة تروح للناس، والحقيقة الفكرة مطروحة، بس يا ريت تأكدوا على الفكرة دي إن السفارة تروح للناس. وهولندا مهمة جدا في أوروبا، يعني ريتا اللي هو كان رئيس وزراء هيئة رئيس الناتو، يعني هولندا رغم إن هي بلد صغيرة لكن بلد مهمة جدا. بس الأهمية مهم وفي العلاقات والدول في أوروبا. اللغة الهولندية بالنسبة لنا احنا للناس اللي مهتمين باللغة احنا بنشوف حاجات كتيرة يعني ممكن تهم مصر، لكن المعلومات دي ما بتوصلش السفارة وما بتوصلش مصر. في السياسة، في الاقتصاد، في كل ما يجري هنا. وانا الرأي العام بيقول ايه؟ وانا اتصلت برضه مع الاستاذ شريف في القصة دي وقلت له يا ريت احنا يبقى عندنا المجموعة اللي مهتمة بهذا الشأن، شأن الدول الأوروبية، يكون لهم تواصل مع شخصية بحيث لما يكون في شيء يبقى فيه تواصل سريع أو يبقى فيه لقاء سريع، عشان الحاجة اللي عندنا دي لأن في أحداث وقعت في مصر، أجهزة تنفيذية بتعمل شيء معين، ده أدى لكارثة هنا في أوروبا، ما كان لهاش أي داعي. لكن تتكلم مع مين في الحالة دي يعني الأمر صعب. فالطبقة القارئة المثقفة اللي يهمها تفاصيل السياسة سواء اجتماعات برلمان أو